السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة اختاريت أنني نوجهها لوهبي من أمام هذا البحر هذا. شحال من واحد غادي يقول علاش اختاريتي أنك توجهها من البحر؟ لأن البحر دا واحد العدد كبير من وليدات الشعب، دا واحد العدد كبير من وليداتنا اللي كانوا غادي يقدروا يكونوا محاميين أو يقدروا يكونوا بزاف ديال الحوايج، ولكن بسبب المحسوبية في بلادنا وبسبب انهم ما قدروش يفرحوا والديهم اختاروا انهم يهاجروا او يموتوا في البحر. اسمعوا وهبي، اسمعوا الرسائل ديالي ديما غادا تكون قاسيه جدا. جل المهاجرين المغاربه في اوروبا، غادي نهضر لك على الاحياء عاد نهضر لك على الاموات. جل المهاجرين اللي عايشين في اوروبا هاجروا بلادهم بسبب فحالك انت، بسبب فحالك ولا وزير عباد الله وهبي وزير عدل في المملكة المغربية. المملكة المغربية اللي الصيت ديالها الحمد لله يعني وصل لواحد الدرجة كبيرة، يعني دبلوماسيا بسبب بوريطة الرجل الوطني والغيور، وكذلك عمر هلال، رياضيا بسبب الركراكي والمجموعة من الشباب والقجاع وناس اللي بينوا على الحب ديالهم لهذه البلاد هذه، وكذلك امنيا الحمد لله الصيت ديال الامن المغربي ولات كتستعل بالخبره ديالو دول خليجيه واوروبيه، بلا ما نساو المقاربه الامنيه اللي عطى الانطلاقه ديالها عبد اللطيف حموشي مدير الامن، واللي خلات المغاربه ورجال الامن بحال شي عائله، وتحيدت ديك الفوارق اللي كانت ما بين رجل الامن وما بين المواطن. اسمع وهبي، هاد المهاجرين في أوروبا والله العظيم لو تغيرت الأمور في المملكة المغربية يتيرجعوا، لأن المخير فيهم مغرب مسكين على والديه وعلى ولاده وكيصيفط لهم في الفلوس. اسمع وهبي، هاد الوليدات ديالنا كاملين واد خوتنا اللي ماتوا مساكن، واللي صراحة كنهضر والقلب ديالي اخوتي كي مجروح، لان كلهم شباب مغاربه، كلهم في حالي وكلهم في حالكم، وشحال من بكات عليهم. علاش؟ لان النخب السياسيه في البلاد ديالنا الا من رحم الله فاسده، والدليل هو ما آلت اليه الاوضاع في المملكه المغربيه اليوم من زياده في اسعار كل شيء، وكأن رئيس الحكومه اعطى الضوء الاخضر لجميع الشركات باش يزيدوا على ولاد الشعب. جوج الشخصيات اليوم في المملكة المغربية منبوذة مكروهة كيكرهها الصغير والكبير من طنجة للقويرة، أخنوش ووهبي. هاد جوج ديال الشخصيات مكروهين بكل ما تعني الكلمة من معنى، لأن الشعب المغربي الشعب الأصيل ما لمسش فيهم نهائيا الروح الوطنية والغيره والحب ديالهم لهاد البلاد، وما شفناهمش نهائيا كيبذلوا شي مجهود من اجل ان هاد البلاد تزدهر وتزيد القدام. نعاود نقول لكم باننا انتصرنا دبلوماسيا وامنيا ورياضيا بفضل رجالات وطنيين، بفضل غيورين، بفضل ناس يعني تلقات على العاتق ديالهم المسؤوليه وكانوا على قد المسؤوليه في الوقت اللي خسرنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. علاش؟ لانه وللاسف تعطات المسؤوليه لاناس ما كيهمهم الا ريوسهم وما كيهمهم الا الربح الشخصي ديالهم. اسمع وهبي، هاد البلاد هادي كتعني لينا بزاف اكثر من ديك القوانين اللي بركات حطها باش تلجم الانسنه ديالنا وتسكتنا. كون على يقين باننا ما عمرنا ما غادي نسكتوا، لان المقياس ديال الوطنيه ديالنا حنا مرتفع عليكم نتوما بزاف، حتى ما كتسواو حتى شي حاجه قدامنا حنا كوطنيين وكيغيورين. حنا راه ملي كنتقدوا السياسه ديال بلادنا كنتقدوها لاننا كنبغيوها، ولاننا باغينا تزيد القدام، ولاننا باغيين في حالك انت ما يكونش على راس المسؤوليه. راه عيب وهبي يكون وزير العدل، راه وزاره العدل عندها خصوصيه خاصه، عنده واحد الوقار، عنده واحد الاحترام. وزير العدل خاصو يكون متفقه في الدين، انسان متواضع. للاسف الشديد خطا كبير كنتمناو انه اما يقدم الاستقاله ديالو في القريب العاجل، واما انه يعني يتم الاعفاء ديالو من هذا المنصب، لانه لا يليق لهذا المنصب ولا يليق لاي منصب. وهذه رساله مني لحزب البام، حزب الاصاله والمعاصره. عيب 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 انه يكون كيمثلكم او الامين العام ديال هذا الحزب بحال هذا الشكل
ديال هاد وهبي، لانه كونوا على يقين فان هذا السيد هذا الا مشينا مثلا عطيناه شي يعني يمثل المملكه المغربيه في شي دوله، كونوا على يقين بان بالعجرفه ديالو بالكبر ديالو كونوا على يقين بانه غادي يرتكب شي غلطه اللي غادي تكلف المملكه المغربيه بزاف. وحنا راه ما بغيناش هذه المملكه بهذا الشيء اللي وصلت ليه انها تقاس او ان شي واحد يطيح منا. عاشت المملكه المغربيه ملكا وشعبا، ولا عاش الخونه. تحيه كبيره لكم، بارطاجيو الخوت.